خلونا نتكلم عن قصة مرعبة جدا. قصة اشتهرت باسم قضية صاحبة بيت الموت. تعالوا نكتشف مع بعض أسرارها المظلمة. شيطان في هيئة بشر، هذا هو الوصف اللي استخدمه واحد من المصادر لوصف المرأة اللي في قصتنا اليوم. وصف بصراحة يجسد تماما حجم الرعب اللي كان مستخبي قدام عيني الكل. هذه هي دوروثيا بوينتي. لما نشوفها أول انطباع يجينا أنها جدة طيبة، قلبها كبير، تحب الخير. كانت فاتحة بيتها للمحتاجين والناس اللي ما لهم أحد. بس وراء هذا الوجه البريء والقناع الخيري كانت فيه حقيقة مرعبة، حقيقة ما يتخيلها عقل. طيب كيف انكشف كل هذا؟ القصة كلها بدأت بخيط واحد بس. في عام 1987 اختفى رجل اسمه ألفريدو مونتويا، ومن هنا بدأت كل حاجة تنهار. ألفريدو كان وضعه صعب جدا، كان يعاني من إعاقات جسدية وفصام، وبسبب حالته هذه أغلب دور الرعاية رفضت تستقبله. الأخصائية الاجتماعية اللي كانت مسؤولة عنه شافته في وضع صعب ولقت له مكان عند دروثيا بوينتي، لأنه دروثيا كانت متخصصة أو هكذا ادعت في إيواء الحالات الصعبة. يعني كان يبدو أن بيت دروثيا هو الحل المثالي لشخص مثل ألفريدو اللي ما عنده مكان ثاني يروحه. بعد شهر تقريبا اتصلت الأخصائية الاجتماعية عشان تطمن على ألفريدو كإجراء روتيني. سألت دروثيا عنه وردها كان غريب، قالت إنه راح يزور أصحابه في المكسيك. هنا الأخصائية بدأت تشك، كيف؟ ألفريدو ما عنده لا أهل ولا أصحاب، وغير كذا حالته الصحية ما تسمح له يسافر لحاله أبدا. القصة ببساطة ما تركب. شعورها بأنه في شيء غلط خلاها ترفع السماعة وتتصل بالشرطة. الشرطة وصلت وبدأت التحقيق بمقابلة عادية جدا، لكن اللي صار بعدها هو اللي قلب كل الموازين. ورقة صغيرة، مجرد ورقة صغيرة، كانت هي السبب في كشف سر مرعب. تخيلوا الموقف، الشرطة كانت بتغادر المكان، يمكن كانوا بيقفلوا الموضوع، وفجأة واحد من النزلاء الموجودين في البيت دس ورقة صغيرة في يد المحقق. الورقة مكتوب عليها: هي اللي بتجبرني على الكذب. هذه الجملة البسيطة غيرت كل شيء. مسار التحقيق كله اتغير في لحظة. طبعا بعد الرسالة هذه الشرطة رجعت للبيت فورا. لاحظوا أن التربة في الحديقة شكلها غريب، كأنه أحد حفر فيها ورجع ردمها. الغريب في الموضوع هو رد فعل دروثيا. استقبلتهم بابتسامة، وحتى عرضت عليهم معاولها الخاصة عشان تساعدهم في الحفر. وهي واقفة تراقبهم اكتشفوا أول جثة متحللة، وفي وسط هذه الفوضى وبكل هدوء طلبت منهم تروح تشرب قهوة لأنها متوترة، والضابط للأسف سمح لها تروح، وطبعا هربت. هدوءها وثباتها الانفعالي كان مرعب. استغلت اللحظة وهربت. بعد ما هربت الحقيقة المروعة بدأت تتكشف بالكامل. الشرطة كملت حفر في الحديقة ولقوا مش جثة واحدة، لا 7 جثث كاملة. والأكثر صدمة إن واحد من جيرانها اعترف إنه كان يحفر لها حفر في حديقتها، وكان يعتقد إنها للنفايات. الآن الوضع اختلف تماما، 7 جثث في الحديقة، ومن بينهم كانت جثة ألفريدو. البحث عن دروثيا الهاربة تحول لأولوية قصوى على مستوى البلاد. لكن ما قدرت تهرب لوقت طويل. وهي في لوس أنجلز شخص كان جالس في حانة شافها وتعرف عليها من الأخبار. على طول بلغ الشرطة وتم القبض عليها. وبعد القبض عليها بدأت الصورة الحقيقية لشخصية دروثيا تتضح للمحققين. وهنا الصدمة الكبرى. الواجهة اللي كانت تظهرها للناس كانت مختلفة تماما عن حقيقتها. كانت تبدو كجدة لطيفة عمرها 75 سنة، لكن في الحقيقة عمرها كان 59 سنة بس، وكانت محتالة وقاتلة. كانت تدعي إنها تساعد المحتاجين، لكنها في الواقع كانت تسرق شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة فيهم. كانت تقول إنها تدير بيت خيري، وهي عندها سجل إجرامي طويل بالسرقة والتزوير. كل شيء كان تمثيلية. صبغت شعرها أبيض ولبست نظارات كبيرة، كل هذا عشان تبين بمظهر المرأة العجوز الطيبة اللي ما تؤذي أحد. طيب ليش كانت تسوي كل هذا؟ الدافع كان بسيط ومرعب في نفس الوقت: الفلوس. كانت خطتها إنها تستقبل نزلاء ما عندهم أهل أو أصحاب يسألون عنهم، ناس منسيين ومنعزلين عن المجتمع. هذه العزلة كانت تسمح لها تقتلهم بهدوء وتكمل صرف معاشاتهم وشيكات الضمان الاجتماعي حقتهم بدون ما أحد يلاحظ أنهم اختفوا أصلا. خلونا ندخل في التفاصيل الأخيرة للقضية، التفاصيل اللي تكشف عن مستوى قسوة لا يصدق. صحيح إنهم لقوا 7 جثث في حديقتها، لكن التحقيقات كشفت إن العدد الإجمالي لضحاياها المؤكدين يوصل ل 15 ضحية على الأقل، 15 شخصاً. طيب كيف كانت تقتلهم؟
كانت تستخدم مهدئ قوي جدا عشان تخدرهم، والمصيبة إنه هذا الدواء كانت تاخده بوصفة طبية بشكل قانوني من طبيبها، وبعد ما تقتلهم كانت تتخذ إجراء بشع جدا عشان تخفي هويتهم. كل الجثث اللي لقوها كانت بدون رؤوس، ورغم محاولتها البشعة هذه الطب الشرعي قدر يحدد هوية الضحايا. دورثيا بوينتي ماتت في السجن، وماتت معها أسرارها. عمرها ما اعترفت كيف قدرت ترتكب كل هذه الجرائم لوحدها، أو وين أخفت رؤوس ضحاياها. وإلى اليوم هذه الأسئلة باقية بدون إجابة، تاركة فجوة غامضة ومخيفة في القضية. وهذا يوصلنا للسؤال الأخير، السؤال اللي بيخلينا نفكر بعمق. كم شخص مثل دروثية يعيش بيننا؟ كم شخص يختبئ وراء قناع من الطيبة واللطف، بينما حقيقته شيء ثان تماما؟